انا قلتها من قبل ونعاود ناكدها. ما نعطيوش لجنوب افريقيا اكثر من الحجم اللي عندها. جنوب افريقيا هذه 20 عام باش خدات واحد الموقف سلبي في 2004. شنو وقع من 2004 للان؟ 27 دولة سحبات الاعتراف رغم التحرك، رغم المواقف، رغم هادشي كاع ديال جنوب افريقيا. نص الاعضاء ديال الصادق اللي هي المجموعه اللي ديال جنوب افريقيا اللي هي دول ديال جنوب افريقيا، نص فيها سحبات الاعتراف منذ اعتراف جنوب افريقيا، والثلث اليوم عنده قنصليه في الداخله ولا في العيون. هذه جنوب افريقيا. باش من زعما الممثل الشخصي يمشي للمريخ، يمشي هذا نفس التعامل. ما زعما ما كنعطي جنوب افريقيا ما عندهاش الاهليه، ولكن ما عندهاش القدره على انها تاثر. تكون اثرت كانت تاثر من 2004 وكانت تاثر في المحيط ديالها. جنوب افريقيا كانت على الاقل 3 المرات عضو غير دائم في مجلس الامن منذ اعترافها بالكيان الوهمي. اضطرت انها او قبلات انها ما تقدر توقف حتى قرار من قرارات مجلس الامن، وكلها قرارات اللي مشات في اطار دعم مبادره الحكم الذاتي، تحديد الاطراف النزاع، وتاكيد الموائد المستديره. تكون جنوب افريقيا عندها القدره كانت تمنع ملي كانت عضو غير دائم. جنوب افريقيا حاولت انها تمنع المغرب يرجع للاتحاد الافريقي وتحركات، وهذا المغرب هذه السنه السادسه ديالو في الاتحاد الافريقي. تكون كانت جنوب افريقيا عندها القدره كره قدرات دير هادشي. جنوب افريقيا حاولت وسط الاتحاد الافريقي انها تكون دائما باش المغرب ما يدخلش لمجلس الامن والسلم. المغرب منين رجع هذه 6 سنين، يمكن هذا العام ديالو الخامس في مجلس الامن والسلم للاتحاد الافريقي، بالرغم من معارضه جنوب افريقيا المغرب كيترأسوا هذا الشهر هذا. تكون جنوب افريقيا عندها شي تاثير، كره قدرت تاثر وسط الاتحاد الافريقي. هذه اسبوعين كانت في التصويت في مجلس حقوق الانسان مع جنوب افريقيا بالضبط، وكانت النتيجه باينه: 30 صوت للمغرب، 17 لجنوب افريقيا، 10 الاصوات افريقيه للمغرب، 3 لجنوب افريقيا. وبالتالي زعما جنوب افريقيا بكاع هذاك لاجيتاسيون ديالها وداك البهرجه راه ما كتاثرش في الملف. ما عمرها اثرت فيه وما عمرها غتقدر تاثر فيه، لان باش ما نعطيوهاش حجم اكثر من اللي عندها. حنا لما كنهضروا على الشفافيه والتنسيق والتشاور، قلت لك انا كنمشي سواء تعلق الامر بالمريخ ولا بالدوله في الباسيفيك ولا دوله نفس الامر. جنوب افريقيا لا تاثير لها ولا وزن لها في هذا الملف، وما عمره غيكون عندها، لان تكون كان عندها قلت لك انا هادشي 20 عام، والنتيجه راه هي واضحه اليوم. جنوب افريقيا فاعل هامشي في قضيه الصحراء المغربيه وغيبقى، بينما الديناميه هي الديناميه اللي كنعرفوا اليوم، اللي هي تزايد سحب الاعترافات، تزايد الاعتراف بمغربيه الصحراء، وتزايد الدعم لمبادره الحكم الذاتي. هذا هو الحقيقه، وهذا هو الديناميه، وهذا هو اللي كيأثر، واللي هي قوى مهمه، قوى اللي عندها مصداقيه. 15 عضو داخل الاتحاد الاوروبي، دول فاعله في العالم العربي، في افريقيا، في اسيا وغيرها، اللي خدات هذا الاتجاه. جنوب افريقيا يعني يمكن نقول صوت نشاز وهامشي، وبالتالي فلما كنهضروا على ديميستورا ما نتخيلوش لانه مشى لجنوب افريقيا ولا جنوب افريقيا اليوم غادي تغير موازين الملف. ما عندهاش الامكانيه وما عندهاش التاثير اللي يمكن لها ديرو، والا كانت ديرو شحال هذه